انتوا بتساعدوا الجيش المصري. ده مش حقيقي خالص. هذا الدعم الخليجي لصالح المؤسسة العسكرية وتقوية المؤسسة العسكرية في مصر، ويعني هنا الجيش تحديدا، كيف تردون على ذلك؟ انا هقول لك حاجة، يعني الكلام ده مش دقيق بصراحة. انا هتكلم على اخر حتى معدات احنا جبناها من فرنسا. ده بقرض فرنسي، قيمته المساهمة في الصفقة دي بقرض قيمته 3.2 مليار يورو. ده القرض الحكومة الفرنسية هي اللي هتقدمه لمصر. ف ده محاولة عشان يقول لك ايه، انتوا مش بتساعدوا المصريين البسطاء، رغم ان مساعدة الجيش مش حاجة غلط. ليه؟ ما هو لو الجيش المصري مش موجود هنا وبيدافع عن الدولة دي، كانت الدولة دي هيبقى مصيرها زي مصير دول تانية، وده امر ما افتكرش ان حد يرضى بيه. علاوة على انه تأثيره مش مدمر. عدم استقرار مصر، وده امر انا بقوله بمنتهى الوضوح، عدم استقرار مصر وسقوطها في الفوضى يعني سقوط المنطقة العربية وتهديد للأوروبيين نفسهم لسنين طويلة قادمة. طيب إذا استقرار مصر هو استقرار لبقية دول المنطقة، وربما واستقرار الخليج كمان استقرار لمصر. طيب بالحديث عن الخليج وبالحديث عن الجيش المصري،